إخواني، أهنيكم بالذكرى 15 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، وأنا سعيد كل السعادة اليوم أن ننتهز هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعا، فنكرم بعض أخوتنا الذين أثبتوا أن العمل وحده والعمل الصامت البعيد عن الضوضاء وعن الأجهزة الإعلامية وعن الدعاية الكاذبة هو الشيء الباقي والخالد، وأن الترجمة العملية والحقيقية لثورة 26 من سبتمبر ومبادئها إنما يأتي من خلال العمل اليومي في الميدان، في المكتب، في المصنع، في كل مكان. ولذا فنحن حينما نكرم إخوتنا الذين عرفناهم نكرم كل أخ يعمل بشرف، وكل مواطن ينظر إلى الثورة بأنها حقيقة يوم من عتاق شعبنا من ذلك الظلام والبؤس والشقاء الذي كان يعيشه شعبنا قبل ثورة 26 من سبتمبر. وحينما نكرم أخوتنا فلا يعني أن ليس هناك في شعبنا من يستحقون التكريم غير من اجتمعنا بهم اليوم، وأنا على ثقة بأن هناك جنود مجهولين آخرين وكثيرين، منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم، ولا بد أن تأتي المناسبة التي نكرمهم جميعا إن شاء الله. وإذا كنا منذ 13 من يونيو نكرم كل إنسان في يوم من الأيام مقابل جهد وطني خلاق وإبداع وطني شريف، فإنما لنثبت بأن اليوم لا تعلق الأوسمة والنياشين للمزايدين ولا للذين يقفون على قمة السلطة ولا لمن يصلون إلى الكراسي، وإنما تعلق وتقدم الشهادات التقديرية للأخوة العاملين بصمت وللجنود المجهولين الذين استحقوا هذه بشرف عملهم وبتحملهم المسؤولية بأمانة وبشرف وبخلقهم وإبداعهم في عملهم المسند إليهم. وكم هو رائع أن تأتي مثل هذه المواقف في هذه الذكرى الغالية كحافزا جديدا لكل أخ يعمل بشرف في أي مكان وفي أي مؤسسة وفي أي موقع من مواقع العمل. أشكركم. أيها الإخوة.